مورينيو يقترب من خلافة أربيلو في تدريب ريال مدريد، وبيريز يخطط لعقد اجتماع حاسم. صحيفة ريكورد البرتغالية تكشف سبيشال وان على أعتاب العودة إلى البرنابيو، وأربيلو يودع في صمت. في تطور كروي هز العاصمة الإسبانية وأثار حالة من الجدل والترقب بين جماهير ريال مدريد في كل أنحاء العالم. كشفت تقارير صحفية أن احتمالية عودة المدرب البرتغالي الأسطوري جوزيه مورينيو إلى تدريب النادي الملكي لا تزال قائمة وبقوة من أجل خلافة المدير الفني الحالي ألفارو أربيلو، الذي يعاني من أجواء متوترة داخل غرفة خلع الملابس بسبب تراجع الأداء وسوء النتائج خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الوداع المرير لدور أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ في المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا كبيرا وطرد إدواردو كامافينجا. المصادر المقربة من النادي الملكي تؤكد أن الرئيس فلورنتينو بيريز بدأ يفكر جديا في عودة سبيشال وان لقيادة المشروع الجديد في البرنابيو، خاصة مع خبرة مورينيو الكبيرة في إدارة غرف الملابس المليئة بالنجوم، وقدرته على تحقيق نتائج سريعة، وعلاقته القوية ببيريز التي لم تنقطع رغم مرور أكثر من 10 سنوات عن رحيله عن النادي. الجماهير الملكية انقسمت بين مؤيد لعودة المدرب البرتغالي الذي قاد الفريق لأحد أفضل مواسمه في تاريخ الدوري الإسباني، وبين معارض يرى أن مورينيو انتهى وأن الفريق يحتاج إلى دماء جديدة مثل يورغن كلوب. لكن يبقى الأكيد أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد هوية المدرب الجديد لريال مدريد. صحيفة ريكورد البرتغالية تكشف التفاصيل الكاملة. وفقا لما أوردته الصحيفة البرتغالية، الصحيفة الأقرب إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فإن هناك احتمالية حقيقية لعودة سبيشال وان إلى القيادة الفنية لريال مدريد خلال الفترة المقبلة، خلفا لأربيلو الذي يمر بأسوأ فتراته مع الفريق الملكي. الصحيفة البرتغالية التي تعتبر المصدر الأكثر ثقة في متابعة أخبار مورينيو أكدت أن لا توجد اتصالات رسمية حتى الآن، لكن هناك مؤشرات قوية جدا على أن الأمور قد تتغير قريبا وأن الأجواء مهيئة لعودة تاريخية. المصادر كشفت أن هناك اجتماعاً سيجري عقده داخل أروقة ريال مدريد خلال الأيام القادمة من شأنه أن يغير كل شيء، وأن هذا الاجتماع قد يكون نقطة التحول الحاسمة في ملف عودة المدرب البرتغالي إلى النادي الذي صنع فيه بعضاً من أفضل ذكرياته التدريبية. الصحيفة أضافت أن مورينيو يتابع عن كثب ما يحدث في ريال مدريد، ويعرف تماماً حجم الضغوط التي يتعرض لها أربيلو، ويعرف أيضاً رغبة بيريز في إحداث تغيير جذري في الفريق خلال الصيف المقبل. بيريز ومورينيو اجتماع حاسم قريباً. أشارت صحيفة ريكورد البرتغالية إلى أن بيريز رئيس ريال مدريد سيلتقي بمورينيو خلال الأيام المقبلة من أجل بحث إمكانية عودته إلى الفريق الملكي. هذا الاجتماع المرتقب سيكون حاسما في تحديد مصير المدرب البرتغالي، خاصة أن العلاقة بين بيريز ومورينيو لا تزال قوية جدا رغم مرور أكثر من 10 سنوات عن رحيله عن النادي. المصادر تؤكد أن مورينيو أبدى ترحيبا كبيرا بفكرة العودة إلى مدريد، حيث لا يزال يكن احتراما كبيرا للنادي وجماهيره، ويعتبر نفسه مدينا لريال مدريد. في تصريحات سابقة له قال مورينيو إن ريال مدريد هو النادي الذي فتح لي أبواب العظمة، وإنه سيعود يوما ما. الاجتماع المنتظر قد يعقد في مدريد أو في لندن حيث يقيم مورينيو حالياً، ومن المتوقع أن يناقش الجانبان عدة ملفات مهمة: مدة العقد 1 أو 2 مع خيار التمديد، الصلاحيات في ملف الانتقالات، الميزانية المتاحة لتدعيم الفريق، أسماء اللاعبين المراد التعاقد معهم أو الاستغناء عنهم. لماذا مورينيو الآن؟ الأسباب الكاملة التي تدفع بيريز تفكيرا جديا. أولا، تراجع نتائج أربيلو بشكل كبير.
المدرب الحالي ألفارو أربيلو يعاني من تراجع كبير في النتائج هذا الموسم، خاصة بعد الخروج المخيب من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ في ربع النهائي بعد مباراة شهدت جدلا تحكيميا كبيرا وطرد إدواردو كامافينجا. تراجع الفريق في جدول الدوري الإسباني حيث يبتعد عن المنافسة على اللقب بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي. سوء العلاقة مع بعض اللاعبين، خاصة بعد أزمة جلوس بعض النجوم على دكة الملابس في المباريات الحاسمة. الخروج المبكر من كأس الملك على يد فريق متوسط. ثانياً، خبرة مورينيو في إدارة غرف الملابس المليئة بالنجوم. مورينيو معروف بقدرته الأسطورية في إدارة الغرف الملابس المليئة بالنجوم، وهو ما يحتاجه ريال مدريد حالياً بعد تزايد المشاكل الداخلية. في فترته الأولى مع الريال تعامل مورينيو مع نجوم بحجم كريستيانو رونالدو، كاكا، راموس، كاسياس وأوزيل، ونجح في قيادتهم لتحقيق لقب الدوري برقم قياسي 100 نقطة. ثالثاً، علاقته القوية ببيريز. بيريز ومورينيو لم تنقطع علاقتهم أبداً، والرئيس الملكي يعتبر مورينيو واحداً من أفضل المدربين الذين مروا على النادي. المصادر تؤكد أن بيريز يتصل بمورينيو بين الحين والآخر ويستشيره في بعض الأمور الفنية، مما يدل على عمق العلاقة بينهما. رابعاً، عودة أسبيشال 1 إلى الصدارة العالمية. مورينيو يبحث عن تحد جديد بعد تجاربه الأخيرة مع روما وتوتنهام ومانشستر يونايتد، وعودته إلى مدريد قد تكون العودة الملكية التي يحتاجها لاستعادة بريقه العالمي. مورينيو يريد إثبات أنه لا يزال قادراً على قيادة فريق كبير لتحقيق الألقاب، ومن الصعب أن يجد مكاناً أفضل من ريال مدريد لتحقيق ذلك. خامساً، ثقافة الانتصار والصراع على الألقاب. مورينيو يمتلك ثقافة الانتصار والصراع على الألقاب، وهو ما تفتقده الفترة الحالية في ريال مدريد. المدرب البرتغالي معروف بعقليته القتالية وقدرته على بث الروح القتالية في لاعبيه، وهو ما يحتاجه الفريق الملكي حالياً. ردود أفعال الصحف والمحللين. صحيفة ماركا الإسبانية: مورينيو عودة محتملة. بيريز يفكر جدياً في إعادة المشروع الخاص الذي بدأه عام 2010. الجماهير منقسمة لكن الإدارة تبدو متحمسة. صحيفة آس الإسبانية: الاجتماع بين بيريز ومورينيو قد يكون نقطة التحول. سبيشال 1 يريد العودة لإثبات أنه لا يزال قادراً على قيادة الكبار. برنامج الشيرينغيتو: مورينيو يعرف ريال مدريد من الداخل ويعرف كيف يتعامل مع بيريز. إذا حدثت العودة فستكون واحدة من أكثر اللحظات إثارة في تاريخ النادي. صحيفة ريكورد البرتغالية: مورينيو ينتظر الاتصال من بيريز. الاجتماع حاسم وقد يحدث خلال أيام. البرتغالي يريد العودة إلى مكان صنع فيه تاريخاً. جماهير ريال مدريد تنقسم بين مؤيد ومعارض. الخبر أشعل مواقع التواصل الاجتماعي حيث انهالت التغريدات من جماهير الريال التي انقسمت بين مؤيدة لعودة مورينيو بشدة ومعارضة ترى أنها خطوة للوراء. المؤيدون: مورينيو هو الرجل المناسب لترتيب البيت بعد الفوضى الحالية، عاوزين راجل يضرب على أيديهم بقوة. بيريز يعرف أن مورينيو هو الوحيد القادر على السيطرة على غرفة الملابس، كفى نجوم بلا رقابة. مورينيو قاد الريال لأفضل موسم في تاريخ الدوري الإسباني 100 نقطة، يستحق فرصة أخرى. المعارضون: لا لعودة مورينيو، كفى فوضى وجدلا إعلاميا، عاوزين مدرب هادي زي كلوب أو ألونسو. هاشتاج مورينيو يعود تصدر الترند في إسبانيا لساعات، وتجاوزت التغريدات 1,000,000 تغريدة في أقل من 12 ساعة. ماذا بعد؟ الجميع يترقب الاجتماع المنتظر بين فلورنتينو بيريز وجوزيه مورينيو. إذا تم الاتفاق فمن المتوقع أن يعلن عن الصفقة رسميا خلال أسابيع، ربما قبل نهاية الموسم الحالي أو بعده مباشرة. في حال عودة مورينيو فمن المتوقع أن يطلب صلاحيات واسعة في ملف الانتقالات، وأن يسعى لتدعيم الفريق بعدة صفقات في خط الوسط والهجوم.
السؤال الأهم الذي يطرح نفسه الآن: هل ينجح مورينيو في تكرار إنجازه السابق مع ريال مدريد، أم أن كرة القدم تغيرت وأصبح أسلوبه قديما؟ الأيام القادمة ستحمل الإجابة. الخلاصة النهائية: مورينيو يقترب من خلافة أربيلو في تدريب ريال مدريد حسب تقارير صحيفة ريكورد البرتغالية. لا توجد اتصالات رسمية حتى الآن، لكن هناك اجتماع مرتقب بين بيريز ومورينيو قد يغير كل شيء خلال أيام. مورينيو سبق له تدريب الريال بين 2010 و2013 وحقق خلالها الدوري برقم قياسي 100 نقطة وكأس الملك. أربيلو يعاني من تراجع النتائج وأجواء متوترة داخل النادي، خاصة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا. الاجتماع الحاسم قد يعقد في مدريد أو في لندن خلال الأيام المقبلة. الجماهير منقسمة بين مؤيد لعودة أسبيشال